مظبوط. مع الكابتن احمد امين مدير الكره بنادي غزل كفر الدوار. اهلا بيك في كره بلدنا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده بيك واهلا بحضرتك في كفر الدوار. بعد حصول كفر الدوار على النقطه ال 14. الحمد لله رب العالمين ان ربنا وفقنا النهارده، وكان احنا لازلنا سوء حظ لان كان ماتش كده الكره مش عايزه تخش وعندها كان حتى في الماتش بتاع وير الكره مش عايزه تخش، الكره طايشه دخلت فينا جون وطلعنا خسرانين. فالحمد لله رب العالمين. انا بقول للعيبه يا جماعه احترم الخصم، احترم الخصم مهما كانت قوته او ضعفه، هتلعب على اخطاء هتكسب اكتر اكتر. الحمد لله رب العالمين. النهارده لعبنا كان في جمله اللعيبه بتتمرن عليها على مدار الاسبوع، والحمد لله رب العالمين جميل هتكون بتاع احمد صافي دقيقه 5. مع مشاركه العناصر الشابه بالفريق، ما موقف اللاعبه الافارقه حتى الان؟ موقف اللعيبه الافارقه عند خوض المرحله الاولى كان مطلوب مننا السيستم، وعملنا السيستم ورحنا القاهره حوالي 15 مره عشان نعرف الباسورد اللي هو رقم السيري بتاعنا اللي احنا هنخاطب بيه الاتحاد الدولي ونبعت فيه التعويضات بتاعت اللعيبه. لحد 5-6 ايام كده ما كانش جه لحد دلوقتي الرقم السري. فرحنا الجهاز كله 9 مدربين، رحنا القاهره يوم الثلاث اللي فات، ورحنا في 5 دقائق وخاطبوا الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي رد عليهم قال لهم البطاقه لازم تكون البطاقه مترجمه بالانجليزي. ولا انا اللي كنت هخاطب الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الدولي بيخاطب اتحاد الكوره واتحاد الكوره بيبدا ينفذ؟ فالناس راحت، الكابتن وليد العطار راح الراجل بتاع عامل الترجمه بتاعت البطاقه ورايح بعتها للاتحاد الدولي على طول. ما فيش 3-4 ساعات يا دوبك جينا هنا كفر الدوار، وعلى الساعه 1 بالليل كان الرقم السري جاي. طيب الشغل ده كان فين من زمان؟ يعني انت اللعبه دي بتاكل وبتشرب من شهر 10، وفي ناس كانت هتحاول تحقيق بسبب الموضوع ده دون مشاركه. دون مشاركه. واخد بالك؟ مفيش غير اللعيب محمد حسن بس، ده عشان كان بيلعب في كوم حماده، وعشان بيلعب في كوم حماده داخل مصر فده اصبح كده سهل. فان شاء الله احنا بعتنا الورق الاتحاد الدولي ومستنيين البطاقه المؤقته. ان شاء الله ممكن على الماتش اللي جاي اللعيبه دي تلعب برنس وإتو ان شاء الله، ولعيبه كويسه جدا، لعيب نص ملعب ولعيب مهاجم، وحضرتك شفتهم في المباراه الوديه مع حوش عيسى. ربنا يسهل الامور يا رب. ربنا يخليك ربنا يخليك يا كابتن رافت، واهلا بيكم في كفر الدوار.